فدايما الممنوع مرغوب زي ما بيقولوا. فدايما كل حد عايز الاكستريم. فالصح انك توصل الكلاينت بتاعك للي هيثبت عليه او النتيجه اللي هترضيه بعد كده. ما عملوش عمليه اركب حشوه حجمها كبير جدا هتيجي تشتكي او تعاني بعد كده، ولا اعمل تصغير واخليه اندر سايزد او صغير جدا فتخليها بعد كده عايزه انها تدور ان هو يكبر شويه ازاي. فالصح انك توصل الكلاينت على حسب الكرايتيريا، شيست سيركمفرنس او محيط الصدر قد ايه، عرض الذراعين قد ايه، كل دي معايير توصلني ايه الحجم المناسب للثدي سواء في التكبير او التصغير. التصغير بالنسبه للست اللي بتعاني من تضخم في حجم الثدي دي عمليه في اوروبا تحت التامين الصحي على فكره بالظبط. لانها عمليه تؤثر على النفس، تؤثر على العضلات، تؤثر على قدره الرئه على التمدد، تؤثر على العمود الفقري، عمليه كمان صعبه مش سهله. هي العمليه الوحيده في عمليات جراحه التجميل اللي تحت الانشورنس. تحت التامين الصحي. تحت التامين الصحي. لان المريض دايما بتاع تصغير الثدي انا بقول لهم كده في العياده ده المريض الوحيد اللي جاي عياده في شكوى. يعني في شكوى ده مريض حقيقية، بقى ده مريض. يعني احنا ممكن نقول كل كلاينت التاني كلاينت. انت عايز تقول العميل كلاينت. لكن هنا اول ما نطقت هنا رحت قايل المريض هو مريض. لان هو فعلا عنده الام كبيره في الرقبه، عندها الام كتيره في الظهر، صعوبه كبيره في التنفس، تقل في العضلات، كل الاسباب دي بتسبب تضخم في حجم الثدي. فهي عمليه وظيفيه 100%. يعني هي عمليه وظيفيه قبل الجمال. يعني هي في الاول وظيفه ان انا اصغر حجم الثدي عشان يوصل للست دي انها توصل انها تعرف تعيش، تعرف تلبس، تعرف تتحرك، تعرف انها تعيش حياتها من غير الم. كل الحاجات دي بتفرق كتير وبنعملها لبنات وسيدات. طبعا. ما في بنت بتبقى عندها 20 سنه. انا عملت الكلاينت 16 سنه. 16. ليه؟ لانه هو اوفر سايز جدا، عندها البرا لاين او حز البرا من فوق اتحفر، معلم في جسمها. اتحفر. يعني معلم في جسمها من كتر ما تقل حجم البرا بيسبب مشاكل. التسدي عند الرجل مشكله مزعجه جدا. احنا بنجهز الحلقه يعني انت فرجتني على حالات تسدي، الحقيقه فارق كبير جدا في العمليه ما شاء الله. احييك على المجهود ده، بس حالات صعبه طبعا، حالات عنيفه. التسدي هو الحاجه الوحيده اللي احنا بنقول عليها ان هي ايديوباثيك عند الرجل. عند الرجل. يعني احنا عندنا كان نسبه 40% للرجال ان هم عندهم تسدي، النهارده وصلنا بالنسبه ل 60%. بسبب النسبه دي هتزيد بالظبط بسبب نسبه الهرمونات في الاكل. كل ما الهرمونات بتزيد في الاكل كل ما نسب التسدي بتزيد. والتسدي هو من اكتر الحاجات اللي بتخلي الراجل ما عندوش سيلف كونفيدنس، مش عارف يلبس تي شيرت، خايف يلبس قميص فشكل البريست يضايقه، فدايما ما عندوش سيلف كونفيدنس. فهي عمليه في اقل من ساعه بترجع السيلف كونفيدنس بطريقه بشعه جدا. يعني بتخلي الراجل عنده ثقه في النفس مهوله. اول حاجه يقول لي بعرف البس تيشيرتات، يعني التي شيرت دايما ما بيعرفش يلبسه. الشاب اللي عنده تسدي على فكره عنده خجل اجتماعي غير عادي كبير. مش مساله التيشيرتات بس، هو ما بيحبش يظهر في المجتمع خالص. يعني هو فعلا عنده خجل مهول جدا. انا بشوف ان هو احيانا عنده خجل اكتر من الست اللي عندها مشكله. والتنمر فيه عليه كتير. يعني التنمر في الراجل على حاجتين، بروميننت اير والتسدي. الاذن الوطواطيه والتسدي دول اكبر حاجتين للراجل بيسببوه تنمر. اولا انت شرفتني النهارده وابدعت، ووجودك معانا شرف كبير لينا. لا يعني استمتعت متعه كبيره مع واحد من نجوم عالم جراحه التجميل. امتعتنا قبل الحلقه يعني بالحوار العلمي والشرح والتفصيل والحالات الجميله في السيمينار اللي احنا عملناه قبل الحلقه، لانه افادني علميا بشكل كبير جدا. امتعتنا في الحلقه بالشرح والتفصيل ونقاط يعني توضيحيه مهمه جدا جدا. رحله مهمه عبر عالم جراحه التجميل، هذا العالم المثير. لكن احنا عايزين حلقات جايه نتكلم على الوجه بقى. طبعا. نتكلم على شد الوجه، طبعا. نتكلم على مشاكل التجاعيد اللي بقت مزعجه جدا عند شباب صغير. كمان نتكلم كمان بشكل تفصيلي عن عيوب موجوده في تكوين الوجه وتكوين الجسد. يعني ممكن تتعمل مع بعض ولا ما تعملش مع بعض. السن، هل نجيب ست عندها 55 او 60 سنه ونعمل لها شد وجه فيس ليفتنج، ولا نبدا سن قبل كده؟ يعني اسئله كتيره جايه في القادم.
ان شاء الله. نورت وشرفت. ربنا يخليك، ميرسي ليك، شكرا كتير ليك، وان شاء الله في حلقه جديده مع حضرتك باذن ده الله. انا اللي متشكر ان انت قبلت دعوتي. ربنا يخليك. ضيفي العزيز واحد من ميجا ستار عالم جراحه التجميل الاستاذ الدكتور احمد صلاح الدسوقي، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل والاصلاح. استمتعت بحواره العلمي الراقي جدا جدا، التفصيلي جدا، في واحده من ارقى حلقاتنا في عالم التجميل. كل نقطه شرحت علميا كان قدامها نقطه تصحيح مفاهيم وحدود فاصله ما بين الحقيقة العلمية والواقع العلمي والبينفيتس الصالح العلمي، وبين الضلال وبين المبالغة وبين البحث عن المكسب التجاري على حساب قاسي جدا وحساب المريض، والنتيجة ستكون وخيمة على الأطراف جميعها. الذي يدفع الثمن الأكبر هو المريض، لكن أيضا مجتمع وأسرة جراحة التجميل في مصر اللي أنا بعتقد أنها الأسرة الأرقى في الوطن العربي بتدفع الثمن. خليكم دايما مع ناس